انت مش مجنون وانت مش بتنسى. انت بس عايش في مزرعة حيوان كبيرة واليك الدليل. جورج أورويل في الرواية دي قدم لنا أرعب شخصية في تاريخ الأدب. مش نابليون الدكتاتور، لا، الرعب الحقيقي كان سكويلر. وظيفة سكويلر كانت بسيطة: هندسة الحقيقة. لما الحيوانات شافت إن القوانين اتغيرت، سكويلر ما قالش إحنا غيرناها، قال لهم هي كانت كده من الأول، انتوا بس اللي ذاكرتكم ضعيفة. ده اللي بنسميه النهارده الجاز لايتنج. لما تقليل المرتبات يتسمى إعادة هيكلة، ولما الفشل يتسمى تحديات مرحلية، ده مش كده، ده سكويلر بيقوم بشغله. الدرس المرعب من أورويل هو إن السيطرة مش محتاجة سلاح، السيطرة محتاجة حد بس يقنعك إن عينك بتكذب، وإن اللي بيحصل ده لمصلحتك. بص حواليك في الأخبار وفي الشغل وعلى تليفونك، وقول لي في الكومنتات كام سكولر شفته النهارده. وما تنساش شير الفيديو عشان غيرك يفهم.